الترومات في حياتي الرضاعة. صح. الرضاعة فعلا حاجة صعبة قوي يا جماعة، حاجة تشالنجينج اللي لسه في الحمل. بجد اكتر نصيحة ممكن اقول عليها ان هو يسمع اكتر حاجة ممكنة عن الرضاعة، لان هي تشالنج قوية بس في نفس الوقت هي مهمة قوي بجد. اول حاجه هنتكلم على اول 3 ايام بيكون لبن الام اللي بينزل بيكون حاجه اسمها كولوسترم. يعني ايه كولوسترم؟ بيكون لبن بيسموه بالعربي لبن السرسوب. بيكون عباره عن لبن بس يكون مركز قوي وكميته قليله وبيكون سميك ولونه اصفر. تلاقي احيانا حماتك او مامتك تقول لك لا اللبن قليل، روحي اديله لبن صناعي لانه كميه قليله. انا عايزه اقول لك ان اللبن ده بيسموه الذهب السائل من كتر ما هو اهم لبن ممكن تديه للطفل في الوقت ده. اللبن ده في الفتره يعني ترانزيشن بين ده وده بتحسي فجاه ان الثدي حصل له حاجه اسمها احتقان او اتملى قوي باللبن. ليه؟ لان الترانزيشن ده بيكون عنيف ومره واحده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لان الطفل عاده بعد الولاده بيكون نايم على روحه جدا، هو تعبان زيه، فاحيانا كتير تلاقي ممكن نايم بالست ساعات تقولي ده مريح قوي ما بيرضعش. تتفاجئ بايه؟ تتفاجئ ان اللبن عمال يتكون. المفروض الطفل في الوقت ده بعد ان هو لسه مولود ونيو بورن المفروض ان احنا نصحيه كل ساعتين ياخد رضعه، حتى لو هو نعسان، حتى لو هو مسالم، لا معلش نكدي عليه ونكدي على نفسك ورضعيه عشان ما يجيلكيش هجمه اللبن دي. المفروض ان هو يرضع كل ساعتين ونفوقه يرضع رضعه كامله، عشان في هجمه اللبن بقى لما بتحصل المشكله انه الثدي بيكون تقيل قوي، بيكون حاسين بالم شديد، بيكون في امتلاء وبيكون منفوخ وبيكون في حراره، احيانا كمان جسمك نفسه بيرتفع درجه حرارته. اللبن اللي احنا هنكمل فيه، يعني احنا خلاص خلصنا الكولوسترم وقلنا على فكره هجمه اللبن، بعد كده هيتحول للبن العادي. بقى اللبن العادي متكون من حاجتين، حاجه اسمها فور ميلك وحاجه اسمها هايند ميلك. الفرق بينهم ايه؟ الفور ميلك هو اللبن اللي انا بديه للبيبي في اول الرضعه. يعني البيبي اي حد بيبقى عطشان وجعان بيبقى عايز ميه بسكر بحيث ان هو يفوق. فاول 5 دقائق من الرضعه بتكون عباره عن ميه بسكر اللي هو الفور ميلك. لو انا وقفت على كده الطفل لا شبع ولا الطفل زاد في الوزن والطفل مغص منك. طب لازم اعمل ايه؟ لازم على نفس الناحيه اكمل لمده ربع لثلث ساعه كامله عشان ينزل له حاجه اسمها الهايند ميلك. الهايند ميلك ده عباره عن الدهون بقى والاجسام المناعيه والدسم اللي هيكبر حجم طفلك وهيخليه يزيد في الوزن. فلازم على نفس الناحيه لمده ثلث ساعه كامله، وبعد كده ممكن اشفت على الناحيه الثانيه. انما لو اكتفيت بس بالفور ميلك فهو هيمغص بس. طيب نرضع البيبي ازاي ما نتعرضش للالم، وازاي ما يحصلش حاجه اسمها تشقق الحلمه. الموضوع ده كومبليكيتد شويه بس احنا هنحاول نختصره. معلش اعذريني في الموديل، يعني انا عملت الموديل ده فاتمنى ان هو يفي بالغرض. دلوقتي ده بريست الام او ثدي الام. الطفل بيكون لسه نيو بورن، هو مش قادر يفتح بقه او مكسل ايا كان ظروفه ايه. فهو عاده الطفل بيتولد وهو مش عارف يعمل اي حاجه غير ان هو ياخد الحلمه بس. اللي بيحصل لما ياخد الحلمه بس ان هو بيعصرها فوق وتحت. انت بتحسي بايه؟ بتحسي بتشقق، احيانا بتعوري، احيانا الموضوع بيبقى صعب قوي. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل نتيجه الرضاعه دي ان الثدي نفسه الطفل مش بيسحب منه اللبن بشكل كافي، فبيتملي باللبن ده وبيزود فكره التحجير. عايزه اقول لكم الموضوع ممكن يوصل خراج على الثدي ويتفضى في المستشفى. فالموضوع بجد لو ترضعي رضاعه طبيعيه مش هزار، مهم قوي تتعلمي اللاتش ده. يعني ايه بقى اللاتش؟ يعني ايه نعلم الطفل يعمل لاتش؟ يعني المفروض بدل ما ياخد الحلمه بس لا ياخد الثدي كله، ياخد الاريلا اللي هي الهاله بالنبل وياخدها كلها. نعمل كده ازاي؟ نعمل ستيميوليشن للبيبي، ان احنا نلعب له بالنبل في النوز بتاعته بحيث ان هو يعمل كانه بيتاوب. فلما يتاوب يقدر ياخد النبل بالاريلا ويقدر ان هو يشفط اللبن كويس. طب ازاي هنفرق بين ان هو فعلا واخد عمل لاتش صح ولا عامل لاتش غلط؟ هنلاقي لو هو عامل لاتش غلط اولا انت هتبقي متألمه قوي، ده مش محتاجه حد يقول لك عليها، تبقي فعلا في الم شديد. تاني حاجه هتسمعي صوت تكتكه لان هو قافل غلط، فتسمعي صوت التكتكه بتاعت بقه، فده معناه انه بيدخل له هواء ومش عارف ياخد الثدي كويس. تالت حاجه هتلاقي مع الوقت انه بيحصل له كمان مغص لانه بيدخل له هواء، بعد الرضاعه عاده هيجي له مغص. وكمان هتلاقي انه لو استمرتي على كده وزنه مش بيزيد لان هو مش قادر يفضي الثدي، كمان هتلاقي اللبن بيقل. فهي كومبليكيشنز بس، هي ملهاش اي مزايا. طب لو احنا عملنا صح هنسمع صوت بلع بدل صوت التكتكه، هنسمع صوت بلع بقى. هنبص على رقبته هنلاقيه بيبلع، هنلاقي وزنه بيزيد، هنلاقي ما فيش اي الم، مش هنحس باي الم للثدي، وهنلاقي الدنيا كويسه وما فيهاش اي مشكله.